الفيديو ديال اليوم عبارة على سوب بفواكه البحر والخضر اللي كتجي اكثر من روعة وصالحة لهذا البرد، جد مغذية ولذيذة بزاف، غتحمقكم وتحمق عائلتكم. تابعوا معي الفيديو الى الاخر باش تعرفوا معايا المقادير وطريقة التحضير، وما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر باش تشتركوا على القناة. هنا عندي فواكه البحر، عندي هنا كالامار، عندي كريفات، وعندي بوزروق. المهم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا اي سمك بغيتوه. كانوا عندي هنا مكونجلين، غنديرهم هنا في واحد الكاسرول اللي غادي نسلقهم، ومن بعد غادي هذا الماء اللي غادي تسلقوا لي فيه فواكه البحر هو اللي غنستعمل به لاصوب. المهم غتتبعوا معايا الطريقه. وضعتهم هنايا في كاسرول، غادي نخوي عليهم الماء، غنضيف معاهم شويه الاعشاب المنسمه. عندي هنا درت فيهم شويه الزعتر، شويه الازير، وريقه سيدنا موسى. درت معاهم هنا 2 فصوص ديال الثوم، ما قطعتهم ما والو، ضعتهم هكاك. شويه الملح كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه اللي عندكم. وغنوضع هنا الماء الكافي باش غادي تسلقوا لي دوك فواكه البحر، وفي نفس الوقت غادي يبقى لينا داك الماء اللي غنسلق فيه من بعد الخضر. وهذا هو السر ديال لاصوب ديالنا، كتجينا غزاله بزاف، وكيبقى ليا هكا فيها الطريفات ديال دوك فواكه البحر من بعد. صافي هنا من بعد ما تسلقوا كتخليهم شويه طياب، وكنصفيهم في مصفاة. غادي نقيهم الكريفات عندي هنا بالقشور ديالو، غادي نقي. اذا كان عندكم كريفات ماشي بالقشور فوضعوا القشره. صافي غنحتفظ بداك الماء. بالنسبه هنا الخضر عندي 4 المطيشات، 2 البطاطات بطيطه حلوه، وكورجيت وحده، وبصيله وحده. هنا الماء ديالي اللي خديت وصفيت منه دوك فواكه البحر، وحيت منه حتى دوك الاعشاب، غيبقى لي غير الماء صافي. غناخذ دوك الخضر اللي غنكون غسلتها مزيان وقطعتها هكا طريفات. صافي كنوضعها في الماء ديالي. كيف قلت لكم كريفات اذا كان عندكم ماشي بالقشور ضروري توضعوا شويه القشره ديال السمك، كتجي رائعه جدا وكتخلي لي هذيك اللذه في لاصوب ديالنا غزاله ولذيذه بزاف. صافي كنوضع هنايا الكل على النار، وغنبدا نضيف التوابل. هنا غندير تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس اللي عندي مخلطين. عندنا الكرافس كندير منه تقريبا واحد القبيطه صغيره. هنا عندي كلشي صراحه كيكون عندي واجد في الفريكو، تا هو تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال الكرافس. انا الكرافس كنديرو في كاع لي صوب ديالي، كيجي غزال وزوين بزاف وكيعطي واحد اللذه خاصه. هنا ملح حسب الذوق، ما تنساوش اننا درنا الملح في الاول. شويه البزار تقريبا واحد نص معلقه، واحد المعلقه ديال الكركم اولا ديال الخرقوم بلدي، معلقه كبيره ديال التحميره اولا ديال البابريكا، معلقه صغيره ديال السكينجبير. عندي هنا شويه القزبر، تقريبا واحد راس معلقه ديال القزبر، كيعطينا واحد اللذه غزاله حتى هو. تقريبا واحد نص معلقه ديال القزبر مدقوق. اذا كان عندكم ما مدقوقش هكا حبيبات فتقدروا ديروه في الاول مع داك الفواكه البحر اللي درنا وكنصفيوه من بعد. وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال توابل السمك اولا ديال المروزيه ديال الحوت. صافي كنوضع كلشي فوق النار، وكندير واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، كيخلي لي واحد اللذه رائعه جدا. صافي وضعت هنا كلشي على النار. من بعد ما تسلقات لي هذيك الخضره كتشوفوا كتجي خاطره وغزاله بزاف. كنوضع معها واحد دانون مسوس اولا ياغورت مسوس، وكنوضع تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال مركز طماطم اولا طوماط كونسونطري، كتجي غزاله بزاف. وكنطحن الكل، كنزيد فيها شويه الماء. بالنسبه للختوريه ديال لاصوب ديالكم نتوما اللي كتحكموا فيها، بغيتوها تجيكم خاطره وعاقده فراه كتخليو غير داك الماء اللي كيبقى فيها. تقريبا كنت في الاول درت واحد لتر ونص ديال الماء تقريبا مع هاد الخضر. بغيتوها تجيكم شويه جاريه صافي كتزيدوا فيها الماء وكتخلطوا هكا الكل. اذا كنتو زدتوا فيها الماء فراه من بعد ما طحنوها ضروري كتردوها فوق العافيه باش هذاك الماء يعني كتاب لينا مازال مع دوك الخضر وكيمتزج الكل. صافي هذا هو القوام اللي حصلت عليه. انا كنبغي شويه لاصوب تجيني ما بين عاقده وجاريه، ما تجينيش عاقده بزاف وما تجينيش جاريه. صافي هنا كنضيف القطع ديال الفواكه البحر اللي عندي كلشي، كنقطعهم طريفات صغار باش هكا ملي كتحطوها في لاصوب كيبقى لكم الاختيار، يعني كتوضعوها هكا، بغيتو غير تخليوها هكا من الفوق فكيبقى لكم الاختيار. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هاد الشوربه وتجربوها، راه غيحمقوا عليها وليداتكم اولا الناس اللي عندكم اولا الضيوف ديالكم، تقدموها هكا مع السمك او اللي بغيتو. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. متنساوش خليو لي التعليقات ديالكم كيف جاكم، واذا درتوا الوصفه خليو لي التعليقات ديالكم والصور ديالكم على الانستغرام، غتلقاو الرابط اسفل الفيديو.